اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الغدا. هنعمل مع بعض غدا حلو جدا، غدا مصري كده اصيل. هنعمل مع بعض النهارده حله محشي حلوه كده. نعمل محشي كرنب ان شاء الله، ومحشي ورق لفت. تعالوا كده نسلق الكرنب مع بعض. انا كده جبت شويه ميه، حطيتهم على النار. اول ما سخنت قوي، مش شرط ان هي تغلي عشان خاطر الكرنب ما يتهريش معاكي. حطيت عليها ايه من ميه، حطيت شويه كمون وشويه ملح ومعلقه من السكر. وبعدين اول ما سخنت قوي بدات انزل كده بالكرنبايه زي ما حضراتكم شايفين. نزلت الاول براس الكرنبه كده عشان خاطر اللي هي الحتت اللي فوق دي تستوي. وبعد كده قلبتها ويا دوبك بس دقيقه كده، وبسحب بقى ايه الورقه اللي استوت زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله ما بياخدش معايا وقت خالص. ويعني بالطريقة دي بتكون اسهل، وبيطلع معاكي الورق سليم، مش بيتقطع ولا بيجراله اي حاجة. حطيت في المية زي ما قلت لكم شوية كمون وشوية ملح وشوية سكر. تقدري تفرزي الكرنب بنفس الطريقة كده، بس اهم حاجة ما تحطيش عليه ملح عشان خاطر الكرنب ما يجلدش معاكي في الفريزر. تمام. هتسويه بس يا دوبك ايه، تحطيه في المية بس كده وتطلعيه على طول عشان خاطر لما تدخليه الفريزر هيكمل تسوية معاكي في الفريزر. فانت يا دوبك بس ايه اللي هو يا دوبك تطري بس ورقة الكرنبة كده. هنا بقى كنت سلقت الكرنبية كلها، وفي نفس المية هسلق معاكم ورق اللفت. ورق اللفت اللي هو بتاع اللفت اللي احنا بنخلله ده كان في الفريزر. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. اللي انا سلقته قبله ده كان طازة، انما ده كان في الفريزر. انا بقطعه كده من اللفت وبرصه فوق بعضه زي ما حضراتكم شفتوا كده، وببدأ ان انا ايه احطه في قلب كيس واحطه في الفريزر. بيفضل عندك من السنة للسنة، وبيفضل اخضر وجميل قوي قوي زي ما حضراتكم شايفينه كده. اللهم بارك، حاجة زي العسل، حلوة جدا جدا. يا دوبك بس كده بحطه في قلب المية السخنة، وبعدين بروح جايه شايلاه على طول. المهم ان انتي تشطفيه كويس قوي قوي. هو ما بياخدش سلق كتير، يعني بيتسلق معاكي على طول. مسافة ما بتنزلي في المية كده بتروحي مطلعاه على طول، وبعدين بقى تشطفيه كويس قوي مرة واتنين وتلاتة. وهنا بقى بدأت ان انا ايه اقلل المحشي. جبت بصلايه كبيره كده، بصلايه محترمه، ورحت جايه بقى ضيفاها كده على شويه من الزيت، وبدات ان انا ايه احمرها كده زي ما حضراتكم شايفين. في الشتاء عاده بحب ان انا اعمل المحشي كده مقلي، لكن لو في الصيف بحب اعمله ني في ني عشان يبقى ايه يعني حلو كده على معدتنا، ما يبقاش تقيل قوي. احمر بقى البصلايه، واول ما تتحمر معايا كده هروح نازله بقرن فلفل مقطعاه قطع صغيره، لان الطماطم عندي كانت متسبكه جاهزه. لو الطماطم مش متسبكه بضيف بضرب القرن الفلفل كده مع الطماطم في الخلاط. تمام. بس انا ايه يعني قطعته قطع صغيره قوي، واديته تشويحه كده مع البصل اللي عندي ما ريحته طلعت كده، وبعدين هنزل بالطماطم. ما شاء الله طريقة سهلة وجميلة، وكل حاجة كده معايا يعني
جاهزة فبتسهل عليا الشغل كتير. ضفت الطماطم زي ما انتوا عارفين بقى المحشي بيحب الطماطم كتير عشان يديكي لون حلو ويديكي كمان طعم حلو. هضيف بقى معايا ايه شوية كمون وشوية فلفل اسمر وشوية من الكزبرة الناشفة، بس ما بحبش اكتر بهارات قوي للمحشي عشان ما يغيرش الطعم معايا. بحب دايما كده طعم الخضرة والصلصة هما اللي يبقوا واضحين، مش عايزة المحشي البهارات بتاعته تكون كتير فتكرف. حطيت هنا شوية شطة حمرا او شطة حامية، اللي هي الحمرا اللي انا حطيتها دي، ما شاء الله برضو بتخلي المحشي معايا سبايسي كده وبيبقى طعمه حلو. بس هسيب بقى كده التسبيكة. الطماطم كده كده اوريدي كانت متسبكة، بس انا هسيبها كده شوية تاخد وتدي مع البصلة كده شوية بس صغيرين. شايفين يعني الطماطم متسبكة القدام اصلا طلع على الوش اهو. كنت غسلت الرز وغسلت الخضرة، وهنا في قاع الحلة حطيت فرشت ورقة. وما شاء الله شايفين بقى الرز بتاعي احمر وجميل في منتهى الجمال. وكنت كمان قطعت الكرنب وحطيته في مصفى كده، وهبدأ بقى ان انا احشيه. انا بحب المحشي قوي، بحب يعني بحب اليوم اللي بعمل فيه المحشي مبقاش متعب بالنسبه لي ولا حاجه، لان انا بحب ان انا اعمله ما شاء الله ما بياخدش معايا وقت خالص. اللهم بارك، هي قعدة بس المحشي هي اللي يعني ايه بتزهق شويه، لكن هو مش بياخد مجهود ولا حاجه. عملت جنب المحشي كده فرخه بلدي وحمرتها، وكان المحشي بتاعنا بقى استوى. لما تيجي تسوي المحشي تخلي كده الميه بتاعته عند اول سطر، ما تكونش مغطيه المحشي خالص عشان يطلع مفلفل زي ما انت شايفه كده معايا. اللهم بارك. وده كده كان غدانا في اليوم ده، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. شايفين بقى الجمال، حلو جدا جدا وسخن كده، الدخانه كده طالعه منه، حاجه جميله جدا من الاكلات الحلوه قوي 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 في الشتاء ده. شايفين ريحته بقى كانت قلبة الدنيا. كده فرخة بلدي وحمرتها، وكان المحشي بتاعنا بقى استوى. لما تيجي تسوي المحشي تخلي كده المية بتاعته عند اول سطر، ما تكونش مغطية المحشي خالص عشان يطلع مفلفل زي ما انت شايفة كده معايا. اللهم بارك. وده كده كان غدانا في اليوم ده، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. شايفين بقى الجمال، حلو جدا جدا وسخن كده، الدخانة كده طالعة منه، حاجة جميلة جدا من الاكلات الحلوة قوي 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 في الشتاء ده. شايفين ريحته بقى كانت قلبة الدنيا وطعمه في منتهى الجمال. وحطيت كمان كده طبقين شوربة، وده كان غدانا في اليوم ده. والحمد لله يا رب والشكر لله. بتمنى الفيديو بتاعي النهاردة كده يكون خفيف على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.